الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في العادة أن أظل ومن عادتي ومن عادة الدكتور الشاعر والناقد عبد السلام البزازي أن يظل ربي لعادته وعادته. وبعد، فباسمي وباسم طلبة الدراسات العربية الثلاثي الرابع والثاني والسادس وطلبة الماستر والدكتوراه نود أن نشكر الشكر الجزيل الشاعرة المبدعة المتألقة زهور العربي على حضورها وتحملها مشقة السفر، وذلك كله من أجل طلبتها ونزولا تحت رقبة الدكتور إسلام البزازي. صراحة ولو أن الكلمات تعجز عن التعبير لتصف لك ما يمكنه لك، ولكن يبقى القلب هو الأساس والهدف. فلقد كنا تائهين بين الإبداعات، وكنا نعتبر أن الإبداع واحد ولا فرق بين رجل وامرأة، ولكن وبعد تتبعنا لصهيل الروح والرزق تبين لنا وبجلاء بأن هناك إبداع جديد بين قوسين إبداع نسائي، وله خصوصيات ومميزات تميزه عن الإبداع الذكوري. صراحة فهذه الديوانين كلماتهما جميلة رقيقة مفيدة ورائعة شعرية متماثلة. وأستحضر هنا ما قاله الدكتور إسلام البزازي: أجل وقفت ما تابعت إبداع الشاعرة التونسية زهور العربي وأنا لا أعرفها على الإطلاق، ووجدت في كتابتها ما أضاف إلى وحي الشعر قيمة شعرية استثنائية ربما قد تستفز المتلقي النائب أولا والمتلقي العاشق ثانيا. وختاما أشكر الدكتور البزازي الذي ظهر لعادته وعادته، وأشكر الدكتور عبد الباقي على مجهودته الجبارة، وشكرا لكم وشكرا للدكتور.